بعد 3/7 وزورته وكان فيه طبعا زي ما حضرتك بتقول لا شفته بعد ومنع رايه في 2 الرئيس المؤقت ووزير الدفاع، قال لحضرتك ايه؟ شوف سيادتك، هو طبعا الرئيس المؤقت هو ما يعرفوش اللي هو رئيس المحكمه، لانه هو كمان يعني وقت ما الرئيس كان عضو في المحكمه، كان عضو في المحكمه، وطبعا اصبح بحكم منصبه تم اختياره كرئيس مؤقت. انما هو الحقيقه من اللي شافه قال لي رجل هادئ ومتزن، هادئ ومتزن ومشرف ومشرف، مختلف عن مرسي. انا بس انت عيب عليك بقى. طيب معلش انا لا يا عم انا هقوم اروح يمسكوني في الشارع. اصل انت ما تقارنش ده بده، ما تقارنش، ما يصحش تقول لا وانا في مكاني كده على الكرسي ده لازم اسال السؤال ده. لا ما تسالوش، لانه واحد حكم مصر سنه، ما تسالوش، فلازم اعمل مقارنه. ايه يعني ما يحكم مصر سنه؟ طيب. عصابه ورئيس عصابه وقف على البتاع الله، فما فيش مقارنه. لا ما يصحش بقى انت تجيب لي المستشار. طيب انا المستشار عدلي منصور تقول لي ايه؟ يخص عليك والله العظيم 3. طيب اما بالنسبه للفريق الاول السيسي فيرى فيه امل مصر. امل مصر طبعا. بمعنى ايه؟ بمعنى يعني اديني شويه انا خلال انا بقى هلخص لك الكلام. لخص لي الكلام. بمعنى ايه؟ امل مصر بمعنى هشرب بقى شويه انا من دول وانا كمان بس اوعى دماغك تلف. لا عشان بس الكلام بتركيز. شوف سيادتك مهم. تيجي تقول لي الرجل العسكري الوطني المخلص يرى سفينة الوطن تجنح وعلى وشك الغرق، وأن الربان جاهل جهول ومجرم وعايز يموت الناس اللي في المركب دي كلها، بس هو واللي حواليه ينجو، فيقوم ينتفض من أجل هؤلاء الناس اللي هم الشعب، ومن أجل هذا الوطن اللي هي المركب دي، وينتفض ويقف في وجه هذا المجرم ويقول له اتفضل مع السلامة، في خارطة الطريق هنمشي فيها وهنعمل انتخابات، والهجايس اللي انت عملتها دي كلها والدستور المؤقت والمش مؤقت والكلام الفارغ ده كله العبث اللي عملته انت والعصابة بتاعتك دي، اتفضل عن اذنك، والمركب هيقودها ربان محنك وحوله عدد من الربابين المحنكين ايضا وهو الى اخره، ونحن كقوات مسلحة سنظل نرقب الموقف وندافع ونقاتل. يبقى امل مصر هو مصر ليها امل غير ان المركب ما تغرقش وغير ان الناس ما تموتش. اذا لما اقول لك امل مصر بهذا المعنى انه فعلا امل مصر